أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو السلام حول العالم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم معي أنا خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش، في حلقة جديدة من برنامج المرأة والحياة. لمدة 45 دقيقة من حلقة اليوم راح نتكلم في موضوع من المواضيع المهمة في حياة المرأة. حلقة اليوم بعنوان العلاقة مع الله وأثرها في حياة المرأة. بصفة عامة أي إنسان في هذه الحياة يحتاج أنه يكون في علاقة مع المحيط الذي حوله. لازم يكون عنده علاقة مع المحيط الذي حوله بشكل طبيعي جدا يعني، وبشكل طبيعي راح يأثر في هذه العلاقة وراح يتأثر فيها. هذا أمر فطري تماما يعني. فممكن يأثر بشكل جيد وبشكل سيء، وممكن يتأثر هو كمان بشكل جيد وبشكل سيء. والعلاقة قد تخلي هذا الإنسان سعيد ومطمئن ومرتاح، وممكن تزيده شقاء وتعب وخوف وهلع ومشاعر سيئة كثير جدا. لذلك ما في إنسان يعيش لحاله، لا يمكن يعني. الأمر الفطري الطبيعي جدا في حياة الإنسان أنه يكون في علاقة مع المحيط الذي حوله بشكل معلوم جدا. طيب إيش أهمية أنه نكون في علاقة مع المحيط الذي حولنا؟ علاقة معلومة يعني، مو علاقة عشوائية. إيش أهمية هذا الشيء؟ أهميته من ناحية نفسية، من ناحية مشاعرية، ومن ناحية فطرية، ومن ناحية عقلية، أن الإنسان يشعر بالطمأنينة والراحة، ويشعر بالسعادة وبالقوة، وأنه هو ما هو لحاله ولا وحيد ولا منبوذ. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني هذه هي السمة البارزة في سلوك الإنسان الفطري. السلوك الفطري في الإنسان أنه هو دائما يعمل على إنشاء وتكوين علاقات مع من حوله بشكل واضح وبشكل صريح وبشكل مريح. طبعا نحن لما نقول العلاقات، هل هي فقط العلاقات مع الناس في المحيط اللي احنا نعيش فيه؟ هل هي علاقة يعني علاقة الناس مع بعضهم البعض، أو علاقة الإنسان مع نفسه فقط؟ ولا في علاقة مهمة جدا هي اللي الأساس اللي تقوم عليه كل العلاقات؟ العلاقة المهمة والأساسية اللي الإنسان لازم دائما يفكر في إقامتها وفي تعلمها وفي المحافظة عليها وفي فهم النظام الذي تسير به والضوابط الذي تكون عليه، هي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ما هي علاقة عشوائية. نحن ما نتقرب إلى الله ولا نتعرف على الله بالطريقة اللي احنا نبغاها، إنما بكيفية وضابط معين الله سبحانه وتعالى علمنا إياه حتى نستطيع أن احنا نصل بهذه العلاقة إلى الهدف الذي يسعى إليه كل مسلم ومسلمة، اللي هو نوال رضوان الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة. كلامنا اليوم راح نوجهه للمرأة، بما أنه البرنامج أساسا هو مقدم للنساء، فحديثنا اليوم حيكون أثر هذه العلاقة على حياة المرأة. المرأة المسلمة بشكل تدركه أو لا تدركه، بشكل تعرف أو ما تعرف هذا الأمر، هي مرتبطة بثلاث علاقات أساسية تأثر على حياتها. تأثر على حياتها من أي ناحية؟ تأثر على حياتها من ناحية الاستقرار، من ناحية الطمأنينة، من ناحية القدرة على العيش مع الآخرين، والقدرة على العيش مع نفسها، والقدرة على التأثير في نفسها أول شيء، وفي من حولها فيما بعد يعني كنتيجة. فهذه العلاقات الثلاثة إيش هي؟ علاقة المرأة بنفسها، علاقتها مع من حولها، وعلاقتها بالله سبحانه وتعالى.
هذه الثلاث علاقات هي اللي تعطي شكل معين لحياة هذه المرأة، تعطيها زي ما احنا نقول برواز معين، هوية معينة. ممكن يكون هذا البرواز مربع، ممكن يكون مذهب، ممكن يكون مثلث، ممكن يكون أي شكل يعني، لكن هذه العلاقات الثلاثة تعطي طابع معين خاص فيها هي، وتضبط حياتها على أساسها، وتضبط مزاجها على أساسها، وتضبط علاقتها مع من حولها على أساسها. وهذه العلاقات الثلاثة إذا سارت بشكل صحيح وبشكل منضبط وبنظام وبكيفية ترضي الله سبحانه وتعالى، أكيد 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 المرأة راح تكون أكثر سعادة وأكثر طمأنينة وأكثر قدرة على الإنتاج وعلى التأثير على من حولها. العلاقات المرتبطة بحياة المرأة احنا قلنا هي علاقتها بالله سبحانه وتعالى، علاقتها بنفسها، وعلاقتها بالآخرين. موضوع حلقة اليوم هو علاقة المرأة بالله سبحانه وتعالى وأثره، كيف ممكن يأثر علاقتها بالله سبحانه وتعالى في حياتها بشكل خاص، في حياتها مع من حولها، في حياتها مع المجتمع، في حياتها مع الكون كله، مع هذا الأرض. طبعا ممكن أحد يسأل أو يتبادر إلى ذهننا سؤال مهم جدا، إيش معنى يعني إحنا حددنا العلاقات إن هي 3 علاقات فقط؟ ليش ما تكون أكثر أو أقل؟ يعني لماذا هذا التحديد بهذا الشكل؟ هذا التحديد ما هو عشوائي، هو جاي من خلال أنه الإنسان أساسا مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وفيه غرائز وحاجات عضوية. فمن ضمن الغرائز الموجودة عنده اللي هي غريزة النوع، يعني الميل أنه يكون عائلة، أسرة، يتزوج وينجب. هذا مهم جدا، وهذا الأمر ما بيصير بشكل عشوائي، إنما يصير يعني يحدث ضمن إطار ونظام معين. طيب من فين الإنسان المسلم من فين يجيب الإطار والنظام هذا كله؟ يجيبه من عند الله سبحانه وتعالى اللي هو خالقه. فبالتالي لازم يعني إنه يكون عنده علاقة بالله سبحانه وتعالى. ومن ضمن الغرائز هو غريزة البقاء. من مظاهر هذه الغريزة اللي هو حب التملك، تملك الأشياء، السيادة، أن يكون أنا سيد على أهل بيتي، سيد في المجتمع، سيد في القبيلة، سيد في الفصل، في أي شيء يعني. وحب التملك معروف إيش معنى. وهذا كمان ما راح يحدث بشكل عشوائي، راح يصير أو يحدث بضابط معين، بنظام معين، بكيفية معينة. وعندنا من غرائز هو غريزة البقاء. تكلمنا عن غريزة البقاء. غريزة التدين اللي هو التقديس. الإنسان مخلوق على الفطرة، والفطرة معناها أن تبحث عن شيء تقدسه أو تمجده أو تبجله. والإنسان بفطرته السليمة يمجد الله سبحانه وتعالى ويقدسه. فهذه الموجودة اللي هي الغرائز والحاجات العضوية عند الإنسان هي اللي قررت أنه الإنسان لابد أن يكون في علاقة مع من هو أقوى منه ويستطيع على أشياء لا يستطيعها، لأنه إحنا قلنا الإنسان دائما هو عاجز ومحتاج وضعيف، فهو يحتاج إلى أقوى منه ومن يستطيع أن يفعل الأشياء وأكبر من كل شيء. فما في إلا الله سبحانه وتعالى. الفطرة السليمة ما تقول إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هو محكوم بهذه ال3 علاقات في ضبط نفسه وضبط حياته وضبط أموره مع كل من حوله. طيب ليش اخترنا أن احنا نبدأ بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى في حلقة اليوم؟ يعني ليه ما اخترنا أي علاقة أخرى؟ العلاقة مع الله هي الأساس اللي ممكن تنبني عليه كل العلاقات. وإذا صحت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وسارت بالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، معناها أي علاقة راح تبنى فوق هذه العلاقة هي علاقة منضبطة بنفس الضوابط في علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، معناها هي علاقة ناجحة جدا. فإذا صلحت علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، معناها علاقته بالآخرين راح تكون صالحة، لأنه في النهاية هو راح ينضبط بنفس الضوابط اللي كان ماشي فيها في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. لو نعطي مثال على هذا الكلام راح نقول عندنا المسلمين وغير المسلمين. المسلمين دائما
علاقتهم أو أحكامهم أو نظام حياتهم يأخذوا من الله سبحانه وتعالى اللي هو موجود في القرآن الكريم. فمهما انحرفوا لازم يرجعوا برضو يسألوا عن أي شيء ويقولوا هذا حرام ولا هذا حلال، حتى وهم في غمرة يعني الأخطاء اللي هم فيها كمان يذكروا الله سبحانه وتعالى، يعني ما ينفكوا إنهم مرتبطين بالله سبحانه وتعالى. لكن غير المسلمين هم ما يؤمنوا بوجود الله، خلاص ما في إله. الإنسان يعيش على زي ما يبغى، يمارس حياته زي ما يبغى، حرية مطلقة بدون أي ضوابط، بدون أي قيود، بدون أي ضوابط، بدون أي قيود. أنتج لنا إيش؟ ناس عندهم كثير من التعاسة، كثير من الشقاء، كثير من حالات الانتحار، لأن هم يقاوموا الأمر الفطري الموجود عندهم اللي هو الحاجة للتقديس. هم الحاجة لوجود إله هذا أمر فطري، فهم يقاوموه ويغطوا عليه ويغلبوا دائما أهواءهم في هذا الأمر، فيعيشوا في شقاء. لكن المسلم مهما فعلنا المعاصي، مهما فعلنا الذنوب، مهما ابتعد قليلا عن الله سبحانه وتعالى لابد يرجع، يعني ما في مجال، هو فقط يغالب الفطرة تبعه. لذلك علاقته بالله سبحانه وتعالى يعني تكون متذبذبة، لكن ما يوصل هو إلى حافة أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا أمر يعني جدا صعب. طيب إيش أهمية نحن نعرف هذه العلاقات؟ إيش أهمية نحن نتعلم عن هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وندرك إيش أهميتها، وليش يعني نشغل نفسنا بالموضوع هذا؟ طيب هذه المعرفة بهذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، المعرفة بأهمية العلاقة بالله سبحانه وتعالى مرتبطة بسعادة الإنسان وشقائه. رح نتكلم بالتفصيل عن موضوع السعادة والشقاء من خلال معرفة الله سبحانه وتعالى وتكوين علاقة مع الله سبحانه وتعالى. ابقوا معنا، رح نرجع لكم بعد الفاصل. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. رجعنا لكم بعد الفاصل. احنا توقفنا انه ايش اهمية معرفة هذه العلاقة في سعادة الانسان او شقائه. طبعا بالنسبة للمرأة المسلمة هذا الموضوع مهم جدا، ايش اهمية علاقتها بالله سبحانه وتعالى في مدى سعادتها او شقائها في هذه الحياة. كل ما عرفت كيف تنشئ او تكون علاقتها بالله سبحانه وتعالى مبنية بشكل صحيح
وواضح ومنظم وضمن نظام معين بالكيفية اللي أراد الله سبحانه وتعالى، معناها هي راح تسير إلى الله سبحانه وتعالى بخطوات واضحة، ما في عندها شيء يأتي من الغيب أو من المفاجأة، ما في عندها هذا حس المفاجأة، لأنه هي دائما مع الله سبحانه وتعالى وقريبة من الله سبحانه وتعالى وعلاقتها قوية بالله سبحانه وتعالى، فهي تتعامل مع الحياة، مع الأشياء في حياتها، مع المجريات ما يحدث من حولها، مع علاقتها مع الناس بكيفية واضحة ضمن النظام اللي الله سبحانه وتعالى أقره لها. الشيء المهم اللي لازم نحن نتعرف عليه في كيف ممكن تأثر العلاقة مع الله في حياة المرأة، أول شيء احنا لازم نكون متفقين أنه أي علاقة هي تحتاج إلى طرفين، طرف أول وطرف ثاني. في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في طرف اللي هو الله سبحانه وتعالى، علاقة الله سبحانه وتعالى بنا، والطرف الثاني اللي هو علاقتنا نحن بالله سبحانه وتعالى. في علاقة الله سبحانه وتعالى بنا إيش الصفة تبعها؟ هي صفة الخالق بالمخلوق. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، أعطاه العقل، أعطاه الجسد، أعطاه المهارات، أعطاه الفطرة السليمة، أعطاه كل شيء، وخلق له هذا الأرض بما فيه، وجعله يعني خليفته في الأرض، يعني يستفيد ويستعمر في هذه الأرض ويعمر هذه الأرض بالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى. طبعا ما تركوا في الأرض بشكل عشوائي إنه الإنسان يتعب يفكر في إيش كيف أسوي وأفعل، لا، الله سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق الرحمن الرحيم العدل، من أسمائه الحسنى الشيء الكثير، أرسل لهذا الإنسان الرسل، ومو أرسل الرسل فقط، لأن الرسل في النهاية هم بشر رح يموتوا، إنما أرسل معه الكتب ببساطة يعني نقدر نقول عليها هي كتيب تعليمات للعيش في هذه الحياة، اللي هي سواء كان القرآن هو آخر الكتب السماوية، ففي كل الطريقة والأسلوب للعيش في هذه الأرض، لتكوين علاقة دائما قوية مع الله سبحانه وتعالى، في المحافظة على العلاقة مع الله سبحانه وتعالى نقية طاهرة لا يشوبها أي شائبة، ولا يدخل فيها أي شيء، سواء كان شرك، سواء كان ذنوب، سواء كان أخطاء ما في داعي منها. طيب نحن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى إيش صفتها؟ علاقتنا إحنا بالله سبحانه وتعالى هي علاقة المخلوق بالخالق، يعني علاقة عبادة لله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا العبادة إيش معناها؟ أكيد كلنا نعرف أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكن مع الأسف نحن النساء مع الأسف حصرنا العبادة في الشعائر التعبدية، حصرنا العبادة في صيام الاثنين والخميس، حصرنا العبادة في صيام 3 أيام من كل شهر، حصرنا العبادة في قيام الليل، حصرنا العبادة في دور التحفيظ وحفظ القرآن، حصرنا العبادة في التسبيح وكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. العبادة معناها واسع جدا، أوسع من هذه الشعائر التعبدية. هي كل إيش هي العبادة؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأعمال. أقوال وأعمال يعني فكري أنت إيش الكلام اللي ممكن يطلع منك وأنت تراقب الله سبحانه وتعالى فيه ويكون عبادة، يعني يوضع في ميزان حسناتك، يعني يوضع في الكفة التي ترجح في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الواسع جدا مع الأسف الشديد كثير مننا نحن النساء حصرناه في زوايا ضيقة جدا. طيب ليش احنا النساء مع الأسف الشديد حصرنا العبادة في هذه الزاوية الضيقة، زاوية الشعائر التعبدية؟ ايش المشكلة؟ يعني لماذا حدث هذا الأمر؟ كيف وصلنا احنا لهذه المرحلة انه احنا صارت العبادة كلها هي شعائر تعبدية، حركات وصيام وجهد يعني قد تطيقه بعض النساء وقد لا تطيقه بعض النساء؟ مع الأسف الشديد هو في أسباب كثيرة جدا أو خلل كبير جدا في سلوك المرأة هذا المسلك. طيب من هذه الأسباب اللي هي إن احنا أول شيء ما بنعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، يعني معرفتنا بالله سبحانه وتعالى مرة سطحية جدا، يعني ما أعطينا نفسنا فرصة نحن نتعرف على الله سبحانه وتعالى
من خلال أسماء وصفاته، من خلال دراسة شوية، يعني نبذل جهد أن نتعلم من خلال الأسماء والصفات، نمسك كل اسم كل صفة إيش معناها، ونبحر فيها في البحث والشعور والتخيل وكل شيء، ومشاهدة، ملاحظة هذا الاسم فين موجود في الحياة، في حياتي أنا الشخصية، في واقعي أنا، في الكون، فيما حولي، فيما يحدث، فين اسم الله سبحانه وتعالى. طبعا لله سبحانه وتعالى 99 اسم، يعني لو نتخيل كل واحدة مثلا أخذت كل يوم اسم من أسماء الله ودرسته دراسة وافية وراقبت في حياتها فين هذا الاسم موجود، حقيقته يعني موجود. هذا الشيء والملاحظة والمراقبة الشديدة هو اللي يخلق معرفة بالله سبحانه وتعالى. طبعا مثال بسيط جدا، يعني يعني المرأة لما تتزوج مثلا تشغل نفسها بزوجها عشان تتعرف عليه فتراقبه. لما نقول تراقبه ما تراقبه عن قرب، إنما حتى لو تراقبه عن بعد بكل الطرق المهم، تلاحظ كل التفاصيل الصغيرة، كل الأشياء اللي يسويها، كل الأشياء اللي يحبها. مع الوقت يصير عندها خلاص ملف كامل في دماغها بهذا الشخص، إيش يحب وإيش يكره، إيش يبغى وإيش ما يبغى، إيش الأشياء اللي يفضلها في الحياة، إيش الأشياء اللي يكرهها، إيش اللي يزعله وإيش ما يزعله. لله المثل الأعلى من قبل ومن بعد طبعا. لذلك هو نفس الشيء لو نمارسه نحن بقليل من الجهد مع الله سبحانه وتعالى، راح نكتشف إنه إحنا فاتنا شيء كثير جدا في الحياة، فاتنا نعيم كثير جدا في هذه الحياة الدنيا قبل نعيم الآخرة، في إن إحنا ما تعرفنا على الله سبحانه وتعالى إلا فقط في مظاهر اللي هي الشعائر التعبدية، في أشياء بسيطة جدا. الخلل الثاني أو السبب الآخر اللي هو عائق في أن المرأة ما تقدر تتعرف على الله سبحانه وتعالى أو ما تقدر تطبق العبادة اللي هي الخضوع والاتباع لأوامر الله سبحانه وتعالى، هو عدم كفاية على فهم الأحكام الشرعية. يعني في بعض النساء، احنا ما نبغى نعمم لأنه في كذا وكذا كمان، ولما نقول نساء مو معناه أنه النساء فقط اللي هم كذا، كمان في الرجال، لكن البرنامج هو مقدم للمرأة ويعالج قضايا المرأة ويهتم بالمرأة، لذلك احنا هنركز في كل كلامنا هو للنساء فقط. بعض النساء تنتقي أحكام شرعية معينة وتتعرف عليها، طيب، وتبدأ تغفل أو تترك بعض الأحكام الثانية وتبدأ تطبق، يعني تنقي الحكم هذا في هذه المسألة هو كذا، خلاص أنا أبغى أتعلم على هذا الحكم الشرعي وخلاص أطبقه. طيب ما في حكم ثاني، حكم شرعي يعني ملصق فيه، لا ما يلزمني خلاص. ففي اللي هو عدم صدق من داخل القلب في قرار في اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، فيصير المرأة يعني تختار ما تشاء حسب ظروفها حسب مصلحتها، وتبدأ تمارسه وتطبقه وتحفظ لأجل هذا الحكم الشرعي الكثير من الأدلة اللي تسندها أو تدعم سلوكها هذا، وتترك بعض الأحكام الشرعية اللي هي ملحقة بهذا الحكم وما تطبقه، يعني تصير انتقائية. طبعا هذا دليل أنه القلب ما في صدق، ما في طهارة، في بالعامية نقول يعني تحايل يعني على الحكم الشرعي، فتاخذ اللي تبغاه وتترك اللي تبغاه. طبعا هذه من أكبر المصائب والخلل اللي يظهر في سلوك المرأة، اللي يخليها ما تقدر تتبع أوامر الله سبحانه وتعالى كما ينبغي، وما تقدر تخضع نفسها للأحكام الشرعية التي توصلها إلى رضا الله سبحانه وتعالى. أعظم خلل كمان تمارس النساء هو اللي هو ربط العلاقة مع الله سبحانه وتعالى بالمصلحة. هذه من العوائق اللي تعيق المعرفة بالله سبحانه وتعالى وتعيق تكوين علاقة صحيحة مع الله سبحانه وتعالى، فتربط علاقتها بالله سبحانه وتعالى بالمصلحة. يعني إذا هي مزنوقة تتعرف على الله سبحانه وتعالى، تكثر الصيام والصلاة والصدقات والبر حتى يفك الله سبحانه وتعالى عنها هذا الأمر اللي هو مضايقها والأزمة اللي هي فيها. ومتى ما انفكت هذه الأزمة وخلاص والأمور تمام، خلاص ما تتعرف على الله سبحانه وتعالى، يعني تقلل تماما من ما كانت تمارسه من هذه العبادات. يحضرني أنا في ذهني قصة حقيقية يعني صارت معايا. أنا كنت مرة في دائرة معينة وكنت في الانتظار وجالسة انتظر دوري، وتعرفت على واحدة وجالسين نتكلم وكل شيء تمام. تفاجأت أثناء الحديث معها، يعني تبدو عليها سمة يعني تدين،
فجلست تقول لي لو الذكر هذا ينفع لي كذا، وأنا يعني أستمع. وهذا الذكر فائدته كذا، وأنا وأولادي والله لما نمر في أزمة مالية أنا وأولادي نمسك هذا الذكر ممكن 1000 مرة طول اليوم، وأقول لأولادي اليوم يومين راح نقول هذا الذكر بنية أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا مال. أنا صراحة تفاجأت جدا يعني هذا الكلام، أنه كيف أن إحنا وصلنا في هذا المستوى في التعرف على الله سبحانه وتعالى في علاقتنا. نحن بس يصير عندنا مشكلة نلتصق بالله سبحانه وتعالى، وبس تنحل المشكلة نبتعد عن الله. وحقيقة احنا النساء نمارس هذا الشيء بقوة، يعني كثير كثير جدا موجود قصص في هذا الجانب. كثير من النساء تلتزم ذكر معين أو قراءة آيات معينة لمدة شهر شهرين، رغبة في وظيفة أو إنه ما انخطبت أو ما تزوجت أو عندها مشكلة مع زوجها. وحتى مع الأسف إنه هم ينصحوا بعضهم البعض لما يشكوا بعضهم البعض يعني ويفضفضوا، إنه تقول لها إيش رأيك تمسكي مثلا تقرأي سورة البقرة مثلا كل يوم لمدة شهر عشان تنحل هذه المشكلة. كأنه يعني ما أدري كيف إحنا قاعدين نتعامل مع الآيات مع الله سبحانه وتعالى، يعني زي يعني حل مشاكل فقط. طيب وبعدين خلاص ترجع الأمور زي ما كانت لما تنحل المشاكل. طبعا هذه الربط بالمصالح، عملية الربط العلاقة مع الله بالمصلحة، هذا أكبر عائق في أنه ما يكون في علاقة مع الله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة هذا السلوك كان يتبعه الكفار والمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم شاهد على ذلك بالكثير من الآيات، أنه هم لما يكونوا في قلب الأهوال في البحر يدعو الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم فإذا هم يشركون. فهذا السلوك هو سلوك يعني كان يمارس من قبل بالجهل مع المشركين، كانوا يمارسونه مع الله سبحانه وتعالى، ومع الأسف نحن الآن نمارسه. طبعا في أشياء كثيرة جدا تعيق المرأة لفهم ما هو الخلل في إنها ما هي قادرة تكون علاقة مع الله سبحانه وتعالى بشكل صحيح. من ضمنها الجهل. رح نتكلم عن هذا الموضوع، الجهل في أي جوانب وكيف ممكن يأثر، لكن ابقوا معنا بعد الفاصل. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. إن أردنا للهوى والجهل حدا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ إننا جئنا بأحلام تسامى، في سماء المجد والحلم تنامى. إننا رجعنا لكم بعد الفاصل. احنا توقفنا في الجهل في كيفية تطبيق الأحكام الشرعية، أو كيف تكون المرأة في حالة عبادة صحيحة لله سبحانه وتعالى قولا وفعلا. يعني
الجهل طبعا قصدنا فيه ما هو جهل القراءة والكتابة، إنما الجهل بالكيفية والصعوبات الحقيقية اللي تواجهها اللي تمنعها. يعني لو تجلس كل واحدة مع نفسها جلسة صادقة، طيب أنا إيش اللي يمنعني إن أنا أعرف كيف أكون في حالة عبادة صحيحة، خضوع لله سبحانه وتعالى قولا وفعلا، عشان أكون في علاقة قوية مع الله سبحانه وتعالى. هتلاقي إنه في أشياء كثيرة جدا تمنعها، أو تحديات كثيرة تواجهها المرأة في إنها تكون ما هي قادرة على إنه تطبق أوامر الله سبحانه وتعالى في حياتها. أهم عائق يقف في وجه المرأة في إنه هي ما تقدر تفهم كيف تحقق مفهوم العبادة مع الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا، وحقيقة هو أهم لأنه تأثيره قوي جدا، هو في الحقيقة ومع الأسف لازم أقول هذا الكلام، أنه أكثر الأزواج ما بيعينوا زوجاتهم على اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، ما بيكون عون لها أنها تفهم وتعرف وتتعلم وتطبق، ولما تطبق يدعمها، بالعكس هم يكونوا عائق بحد ذاتهم، لأنه يكون الرجل مثلا أو الزوج يكون ما هو عايش حياته وفق الإسلام، وفق فكرة الإسلام، تطبيق أوامر الله أو اجتناب نواهي، يعني يكون حياته ما في لها أي نظام أو هوية إسلامية، يأخذ من الإسلام شوية ويأخذ من غير المسلمين شوية، فحياته تشكيلة غريبة جدا. تأتي مسكينة المرأة يعني فيها خير وفيها صلاح وفيها تقوى وفيها كل شيء، تبغى تعرف وتتعلم، يقف هذا الزوج عائق. تبغى مثلا تلتحق بدورات للعلوم الشرعية مثلا، يقلل يعني يستخف بهذا الأمر، فيقول لها يعني لو إنك ما أنت رايحة مثلا تتعلمي علوم شرعية، إيش تبغى تتعلمي زيادة أكثر من أنت ما شاء الله تصلي وتصومي وكل شيء؟ لو تروح تسجلي دورة لغة ولا كورس كمبيوتر ولا أي شيء آخر مهني، فيقلل من قدر الجهد اللي تحاول تبذله في إنها تتعلم. حتى لو تبغى تلتحق بدورات تحفيظ القرآن، تبغى تدرس القرآن تتعمق فيه، يستخف بهذا الأمر فيقف لها يعني عائق، إنه مثلا ما يرضى أنها تروح، ما يسمح لها تخرج، أو المهم يعني يقف بينها وبين هذا الأمر بشكل قوي جدا، فيكون هذا أكبر عائق. المرأة دائما تفكر إنه إيش أسوي، ماني قادرة، ماني عارفة كيف أحل المشكلة هذه مع هذا الرجل. طيب، أو يكون المجتمع كمان مشكلة، المشكلة في المجتمع، المرأة تكون متدينة وتلبس حجابها وكل شيء تمام، يأتي المجتمع مثلا يقلل من هذا الحجاب، يعني إنه ليش أنت لابسة كذا مثلا، إذا كنت تلبس أسود ليش لابسة أسود كذا، وشيء يغم ويستخف ويقلل ويهمش، أو لأنها محجبة يهمشوها مثلا في المناسبات الاجتماعية، أو ما يتم دعوتها، أو يتم محاربتها والسخرية منها، أو تتهم بسبب أنها هي ملتزمة ومنضبطة بالضوابط الشرعية أنها راح تفرق العائلات وتفرق الناس، وهذا الأمر فيه فتنة عظيمة جدا يعني. فهذا كمان يهز في نفسية المرأة ويأثر عليها. أو بعض الأحيان مع الأسف الشديد المادة العلمية المقدمة للمرأة الخاصة بالنساء في جوانب حياتهم، ما يفيدهم في جوانب حياتهم، بعض الأحيان تكون مادة غير جيدة، والسبب أنه هي ما لها علاقة بالنساء. مثلا يدرسوا في بعض المعاهد الدينية النساء عن خلاف العلماء في المسألة الفلانية، والشافعية إيش قالوا، طب هذه المرأة أنا إيش دخلني في الموضوع، اختلف ولا ما اختلفوا، أنا إيش دخلني في الموضوع؟ حتى معرفتي به ما راح يفيدني، ولا جهلي به راح يضرني، فبالتالي إيش الفائدة؟ فتقضي المرأة سنوات وهي تدرس وتتخرج، وفي الأخير النتيجة المحصول العملي صفر. عندها شهادة في الدراسات الشرعية لكن المحصول صفر، عمليا صفر، لا يمكن تطبيق ما تعلمته في واقع حياتها وممارسته وتطبيقه. رابع عائق قد يقف في وجه المرأة ويسبب عملية الجهل في هذه الجوانب اللي هو الوضع الاقتصادي، اللي يمنعها كمان العلم والتواصل السليم. الوضع الاقتصادي طبعا نحن عارفين انه الآن ما نقدر يعني نتفلسف ونقول والله ما في حجة في الجهل، لأنه مو كل الناس يقدروا يصلوا مثلا لمنصات التعليم المجانية، ولا يقدروا مثلا يشتروا الكتب، ولا أنهم يحضروا دورات، ولا أي شيء. يعني في 100 عائق وعائق
يعني لو نبغى نتكلم من اليوم لبكرة ما نخلص، فيكون بعض الأحيان هذا عائق. بس المرأة ما شاء الله تبارك الله مرأة ذكية، تقدر تتغلب دائما على هذا العائق. كيف؟ هذا من ذكاء المرأة الفطري يعني. آخر سبب هو تشويه صورتها في الإعلام. يتم تصوير المرأة دائما أنه هي مخلوق غير ما عنده عقل، ما هو قادر على أنه يتعلم ولا أنه يتنور، ولا أنه مثلا قد يبلغ مرتبة العلماء ويتفوق عليهم في جوانب الحياة كلها، لكن خلينا نتكلم في الجوانب الدينية أو الشرعية. فالمرأة مع الأسف الشديد صدقت هذا الشيء، مع أنه بالرجوع يعني شوية للتاريخ القديم حنلاقي أنه كثير من نساء السلف الصالح والنساء في الرعيل الأول كانوا هم اللي علموا الرجال وخرجوهم. وما ننسى أبدا السيدة عائشة رضي الله عنها كأكبر مثال في هذا الجانب، أنه هي كانت في البيت لكنها علمت الكثير من الصحابة كثير من الأحكام الشرعية والفقهية، يعني هذه مدرسة. وفاطمة الفهرية الكثير من الأمثلة. تحتاج المرأة أنها تشعر بالشجاعة والقوة، أنه في نساء كثير جدا، وتراجع وتقرأ عنهم وتستزيد. الجهل المرأة بأدوار النساء في الحياة اللي مارستها، وجهلها بأنه بتاريخ هؤلاء النساء، هو مخليها تفكر أنه هي خلاص إذا تزوجت معناها هي لزوجها وأولادها، يعني وقف حياتها كلها، وقف لهذا الزوج وهؤلاء الأبناء فقط. هذه الحياة، يعني تعيش المرأة بهذا الشكل وتنتهي حياتها. طيب فين علاقتك بالله سبحانه وتعالى؟ إيش حيأثر هذه العلاقة في الله سبحانه وتعالى؟ كلما علاقتك في الله سبحانه وتعالى انبنت بشكل صحيح وبشكل واضح وبشكل قوي، راح تشعري أنت دائما أنه أنت قوية، وأن الله سبحانه وتعالى دائما يآزرك وينصرك، وأنك دائما في ولاية الله سبحانه وتعالى، ودائما أنت في حفظ الله ورعايته، وأنه ما راح يغلق عليك باب أبدا، والله سبحانه وتعالى معاك. فبالتالي أهم علاقة لازم إحنا النساء نشغل نفسنا فيها، مو علاقتنا بأزواجنا ولا أبنائنا ولا مع المجتمع، لأن هذا تحصيل حاصل نتيجة يعني. لكن أهم علاقة لازم المرأة تشغل نفسها فيها في الوقت الحالي، ومن قديم كان هو هذا الشغل للمسلمين كلهم رجالا ونساء، هو علاقة بالله سبحانه وتعالى. كل ما صلحت العلاقة بالله سبحانه وتعالى يصلح كل شيء. كل ما كانت علاقة بالله سبحانه وتعالى ضعيفة، كل شيء في حياتي يتأثر. يعني السلف الصالح كانوا يقولوا إيش؟ والله إني لا أعرف يعني أثر ذنبي، يعني سوء علاقته مع الله سبحانه وتعالى، في خلق زوجتي وفي سلوك دابتي. يعني يراقب هو كيف هذا الشيء. فبالتالي هذا أمر مهم جدا، ما هو شيء يعني رفاهية نحن نسويه في وقت الفائض عندنا من الوقت. نحن يعني نبني علاقة مع الله سبحانه وتعالى، نبدأ نكثر عبادات وصلوات. والله ليش؟ لأنه خلاص أولادي كبروا وزوجي ما هو محتاجني والأمور تمام، وخلاص الآن أنا متفرغة للعبادة أو لإني أنا أجلس في شعائر تعبدية. بالعكس، هو هذا الأساس اللي لازم تنطلق منه المرأة في حياتها، في علاقتها مع الآخرين، إنه تبدأ من الداخل يعني من علاقتها مع الله سبحانه وتعالى. عندي كثير من القصص اللي أنا ودي أحكيها في هذا الجانب، لكن قبل ما أبدأ بسرد القصص خلوني أذكر لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد من الصحابة وقال له إن فلانة كثيرة الصيام والصلاة والصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار. ليش قال لهم هي في النار؟ قال كانت تؤذي جيرانها. طيب كيف كانت هي تؤذي جيرانها؟ لأنه هي لو كانت صادقة مع الله سبحانه وتعالى معناها هي كانت محسنة، يعني هي كانت جعلت الله سبحانه وتعالى رقيبا عليها، فهي ما تبغى تغضب الله سبحانه وتعالى، فبالتالي ما راح تؤذي جيرانها، يعني حتى لو كانوا جيرانها مؤذين، فبالتالي لله سبحانه وتعالى ما راح تؤذي هذا الشيء، ما راح تقوم بهذا الفعل. فلذلك هذا أمر مهم جدا. علاقة مع الله ليس معناها شعائر تعبدية، نحن ما نقلل من قيمة الشعائر التعبدية، وما عليه كثير من النساء في خير بإذن الله تعالى، لكن نحن نقول أنه هذا نتيجة، لكن من الداخل لازم يتعدل أشياء كثيرة، أنه يكون في حالة مراقبة وعيش مع الله دائما في الداخل. نحن النساء نجلس نتكلم مع نفسنا أكثر ما نتكلم مع الآخرين، وخاصة لما نكون لحالنا. طيب أثناء كلامك مع نفسك هل تتذكري دائما أن الله سبحانه وتعالى رقيب وسامع لهذا الحوار اللي بينك وبين نفسك؟ ممكن يجي الزوج يزعج زوجته أو يأذيها، فتبدأ المرأة تحيك المؤامرات حتى تقول يعني أوريه شغله مثلا أو أسوي فيه وأفعل فيه. طيب أثناء هذا التدبير كله الله سبحانه وتعالى فين؟
ما هو اللي شاهد هذه المحادثة. لكن إذا كانت قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى حتتذكر دائما الآية تقول إيش؟ والكاظمين الغيظ. فحتعرف أن الله سبحانه وتعالى راح يعني يثيبها بخير إذا هي كظمت غيظها وصبرت يعني على هذا الزوج أو على هذا الأذى الذي وقع من الزوج. فالله سبحانه وتعالى ما راح يتركها، لأنه طالما هي في الركن القوي في الصف اللي فيه الله سبحانه وتعالى وبقوة، معناها الله سبحانه وتعالى ما راح يرضى أنه هي تزعل، ما راح يرضى أنه هي تقهر. فبالتالي راح يحفظها هي، راح يحفظ أولادها، راح يحفظ زوجها. طبعا احنا لما نقول هذه الأشياء هي نتائج، مو ان احنا نبغى علاقة مع الله على سبيل المصلحة، والله عشان يحفظ لي أولادي، ولا عشان يحفظ لي زوجي، ولا عشان يبارك لي في مالي، ولا عشان يكثر رزقي ولا يكثر مالي. لا، في النهاية نحن نبغى العلاقة اللي تكون مع الله سبحانه وتعالى هي علاقة خالصة، ليست مرتبطة لا بمصلحة ولا بأي شيء، إنما إيش؟ على ما قال موسى عليه السلام: عجلت إليك ربي لترضى. فقط. يعني كل شيء راح أسويه مع زوجي، مع أولادي، مع صديقتي، مع أختي، مع أي إنسان في هذه الحياة، أنا فقط عيني معلقة بالله سبحانه وتعالى، أنه يقبل ويرضى به ويتقبلني عنده فقط، أن أكون ممن تولاهم الله، ممن يحبهم ويحبونهم، من هذول الناس، أدخل في هذه الدائرة. دخولي في هذه الدائرة معناها أن الجنة راح تكون في قلبي، معناها السعادة راح تكون في قلبي، راح أنطلق في هذه الحياة وجنتي في قلبي فقط. مهما عشتي من نكد ما راح تشوفي هذا النكد، لأن الله سبحانه وتعالى هو يحفظك. الله سبحانه وتعالى ما يقبل لأحباء أنهم يزعلوا، ولا أنهم يشق عليهم شيء في الحياة، ولا أنهم يطلبوا شيء ويمنعهم، لا، إنما دائما يحفظهم ويتولاهم ويرعاهم. وهذا هو المطلب المهم جدا اللي احنا نسعى فيه في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. لذلك لازم ندرك أنه علاقتنا بالله سبحانه وتعالى نحن النساء لها أثر عظيم جدا فيما نشعر به من سعادة ورضا في حياتنا بالرغم من ظروفنا الصعبة، من حفظ الله سبحانه وتعالى لأبنائنا لأنه هو حفظ لنا نحن وذرياتنا، من البركة التي تكون في صحبة الناس لنا. كل هذا بسبب أن احنا قريبين من الله سبحانه وتعالى، جدا قريبين، لدرجة أنه نستحي أن احنا نسأل الله سبحانه وتعالى شيء لأنه دائما يعطينا، دائما يشعرنا بالرضا والسعادة. كان موضوعنا اليوم عن أثر العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في حياة المرأة. أتمنى أكون غطيت أغلب الجوانب والتساؤلات في هذا الجانب، وهذا الجانب مهم جدا 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 جدا. كنت أنا معكم خديجة برهان في هذه الحلقة، وأتمنى ألتقيكم في الحلقة القادمة الثلاثاء القادم في نفس الموعد، ويسعدنا تلقي مشاركاتكم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة العلم وسل إن شئت عنا، سرنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا، علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا، علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا، همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها، همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها، هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا، هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا، سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا، سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا، علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا، علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا، أين أنت أيها الجيل الطموح، أين أنت أيها البر النصوح، أين أنت أيها الجيل الطموح، أين أنت أيها البر النصوح، إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد